السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه مدربل باذنجان، ولا كاين يقولوا له برانيه. هنا درتها بلا لحم. نبداو على بركه الله. بسم الله. نجيبوا باذنجان تاعنا نقشروه، كاين اللي يحب يخليه بالقشور، انا نفضل نقشروه ونقطعوه هكا شرائح يكونوا متوسطين. نملحهم ونروح نجيبوا طنجره ولا مرميطه نديروا فيها شويه زيت، شويه زيت زيتون، ونرحي 4 فصوص تاع توم، نسكرفجهم ولا نرحيهم، نقليهم شويه ونزيد نضيف لهم 2 حبات تاع طماطم يكونوا متوسطين، ونقلي هذاك الطوماطيش. هنا ندبت نص ملعقه تاع طماطم مركزه، نقليها تاني معاهم شويه. هنا نديروا الملح والتوابل. انا درت هنا درت راس الحانوت، تقدروا ديروا كرويه، فلفل كحل وفلفل حمر. نقلوهم مليح كما راكم تشوفوا. هنايا انا غطيت عليه وخليته يتقلى بعقله كاش 5 دقائق وهي تتقلى على نار هاديه. هنا راني ضفت الحميصه. هنا الحميصه راهي طايبه نص طياب، وتقدروا تضيفوا حميصه يعني ماشي طايبه بصح حتشد لكم شويه وقت. هنا مرقت بشويه ماء سيكون سخون. هنا جبت المقله ودرت الزيت تاعي سخن، وحكمت هذاك الباذنجان نرمدو هكذا في الفرينه كما راكم تشوفوا. ومن بعد تيك نروح نقليه. قبل ما نقليه هنا في الزيت تاعي راني ضفت له ملعقه تاع مايزينا ولا نشا، هنا باش الباذنجان ما يشربناش الزيت. جربت هاد الطريقه يعني وهي ناجحه 100%. الباذنجان تاعكم ما يشربش كامل الزيت. هنا راني درت الباذنجان يتقلى، نقليه ملي دو كوتي كما راكم تشوفوا حتى نكمل كاع الكميه. هنا الكميه اللي قليتو درتو في طبسي ودرت له بابي ابسوربون باش الا هذاك الزيت اللي يكون بالفوق يزيد يشربو. هنا بعد ما طابت الحميصه راني درت هذوك الباذنجان المقلي درتو في المرقه. هنا جبت فلفل احمر حار اللي يحب، هنا رشيت عليه شويه معدنوس. وكما راكم تشوفوا هنايا دوكا نخليه هذاك الباذنجان نخليه يتشرب بالعقل هذيك لاصوص واحد 5 دقائق هكذاك ونطفي عليه. وانا الباذنجان تاعنا راهو واجد. اللي يحب يخليه تكون فيه بزاف المرقه، يحب يعني يحبوا كاين اللي يحبوا يغمسوا ما يخلوش يشرب بزاف. هنا نزيد درت له معندوس من الفوق. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها وتحبوها. بصحتكم. سلام.